التجربه بتاعت يلا مسرح. تمثيل كله انا مبسوطه، يعني انا خارجه مبسوطه. والله العظيم اول مره احضر عرض، ثالث مره ورا بعض بنفس الحلاوه، بضحك اني مش عارف اي حاجه. باجي اهلي بيجوا مبسوطين واصحابي كلهم مبسوطين والناس كلها بتطلع مبسوطه والله العظيم. مش اول مره. احنا جينا الجمعه جينا اللي قبل فاتت كده. لذاذ قوي 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 قوي. تحفه. ظراف جدا. لا مشروع جميل حلو جدا وانا اتبسطت من العرض. والله مسرحية تجنن الصراحة، وأنا أول مرة أحضر مسرحية بهالجمال. تفتكري انهي واحد فيهم احلى؟ بصراحة الاتنين أحسن من بعض. هما الاتنين حلوين، يعني دي قصة ودي قصة، فهما الاتنين حلوين. الاثنين بصراحه حلوين جدا. هم عاملين روح حلوه بصراحه. يعني الاثنين كانوا تحفه، كنا بنضحك كده من القلب. عندك اي مشكله ان مفيش نجم موجود، حد كبير معروف؟ لا خالص، هما كانوا كويسين جدا، فمفيش مشكلة معايا ان مفيش نجم موجود. لا 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 خالص. بالعكس تيم وورك نفسه جميل. فدي حاجه حلوه ان كلهم شيرين ليلى. لا بالعكس، ده فيهم نجم كويس قوي. ما حسيتش هم نجوم. بالعكس انا عايز اشوف مواهب جديده، عايز اشوف فكر جديد، وعايز اشوف كوميديا جديده. ما يأثر يعني في يأثر، أسأل الجمهور كله ما يأثر. مش مقصر خالص. اكتر شخصيه علقت معاك؟ سيد. ميدو وجد ميدو. اسمه ايه بقى اللي بيقول يا محمد؟ يا محمد مش هينفع كده يا محمد. اللي عامل دور ميدو حبيته. ميدو ده ميدو. اللي عجبني سيد جدا، شخصيه منعم اللي هو المطرب. اللي هو بيقول سيد ده جدع ورجوله ومفيش منه أيوة. اتنين. بس سيد طبعا محتاجين نعرف الناس ان في مبدعين زي اللي احنا شفناهم. هيطلعوا التلفزيون ان شاء الله يكسروا الدنيا باذن الله. يعني لازم تبقى موجود على اي منصه، يعني لازم الناس تشوف متحمسه للعرض اللي جاي. الله يوفقهم ونشوفهم مع الكبار. عندهم حماس، انا متاكد واثق مليون في الميه ان هم هيعدوا حاجات كتير يعني. الناس تيجي تتفرج عليهم تشوفهم، الناس شاطره زي اللي احنا شفناهم، ناس ضحكونا، انا ضحكت.